الفراخ ممكن نعملها بطرق مختلفة كتير، والنهاردة هوريكي 4 وصفات سهلة وسريعة. كل واحدة فيهم لها طعم وشكل مميز جدا. تعالوا نشوف مع بعض جهزناها ازاي. اول حاجة هنبتدي بالفراخ المشوية في الفرن من غير فحم ومن غير اي حاجة، بطريقة بسيطة وتتبيلة خطيرة. بص ريحتها هتجيب اخر الشارع. اول حاجة جبت ربع كوباية من الزيت، على معلقتين كبار من هريسة الشطة، على فصين كبار من الثوم، ونهرسهم كويس. وبعد كده ننزل عليهم بالتوابل، لا دي نزلت بمعلقة، معلقة صغيرة من عسل النحل، والتوابل 7 بهارات وفلفل اسود وبهارات فراخ وسنة من بهارات اللحمة وتوم باودر وبصل باودر. لازم تمشي بالتوابل دي، هتطلع معاكي زي ما انا عملتها خطيرة. وبعد كده نفضل ندلك بقى في الفرخة ونخلي التتبيلة تتشرب كل اللحم. افضلي اعملي لها مساج كويس جدا. انت المفروض في الخطوه اللي قبل دي كنا ضفنا ليمونه، بس انا للاسف نسيت وعصرتها في الاخر، فانت ما تنسيش وضيفيها في اول التتبيله. بعد كده بقى نركنها على جنب لحد لما نجهز الخضار اللي هنفرشه تحتها. بينقل طعمها في حتة تانية وبيعمل صوص خطير، بيغنيكي عن الخضار وبيخليكي خلصت الغدا في وقت قياسي. بعد كده نفس التوابل اللي نزلت بيها على الفرخة نزلت بيها على الخضار. انا نزلت بطماطم وبصل وخضار اللي هو الخضرة، وفرشتهم تحتها. وبس كده كده خلاص، كده بقت جاهزة معايا. ندخلها بقى الفرن على اعلى درجه حراره في الاول. اول ما تغلي هدي عليها النار وما تغطيهاش، سيبها كده لحد ما تستوي. بتطلع معاكي لونها ذهبي من فوق من غير ما بتشغلي الشوايه، وبتبقى خطيره. شايفين؟ انا كده خلاص بقدمها مع شويه رز وخلاص، وكده الغدا بيبقى خلص. شايفين الصوص ده بيبقى تحفه، والفراخ دايبه معايا وطعمها خطير ومتشربه كل التتبيله. لازم تجربي الطريقه دي، هتعجبك جدا. وكده خلاص ندخل بقى على الوصفة التانية. والوصفة التانية دي بقى تنفع لما يكون عندك عزومة كبيرة، او جايلك ضيوف كتير، او انتوا افراد كتير، او اي حاجة. المهم ان هي بتنفع للكميات الكبيرة. اول حاجة هنجيب حوالي 3 بصلات كده كبار ونبشرهم. انت ممكن تريحي دماغك وتضربيهم في الكبة، بس انا حبيت ان انا ابشرهم عشان يبقى فيهم سوية الاكتر. وبعد كده ما خلصت بشر جبت خضرة وقطعتها. المفروض تقطعيها ناعم جدا، بس انا بعد ما هخلص هعيد عليها تاني. نفضل بقى ننعم عليها وننزل على البصل اللي احنا جهزناه مع بعض دلوقتي. بعد كده هنجيب صلصة، وهنزل بحوالي نص البرطمان لان احنا ما شاء الله كان معانا كمية كبيرة من الفراخ. وبعدين بقى جبت معلقتين كبار من ال7 بهارات ومعلقتين كبار من الفلفل الاسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، كل دول معلقة صغيرة. وكل فرخة بتاخد معلقة صغيرة من الملح. انا كان معايا ما شاء الله 5 فراخ، فاحتجت ان انا احط 5 معالق من الملح. وبعد كده جبت نص كوباية من الخل، لا دي حوالي كانت نص كوباية. نص كوباية من الخل. ونفضل ده بقى اللي هو توابل المشاوي، تنزلي عليها برضو خلطة المشاوي للفراخ، ونقلبها بقى كويس. ونجيب بقى الفراخ ونفضل ندلك فيها كويس. بصوا خلي التتبيله تتوغل بين الفصوص، بحيث ان هي تبقى شاربه كل التتبيله، وبيطلع طعمها في الاخر بجد هتاخدي نتيجه خطيره. تفضلي بقى في واحده واحده كده وتعملي مساج. وعشان الكميه كبيره حطيت الاوراق في جنب والصدور في جنب، وكنت لفيتهم عندهم في التلاجة. وتاني يوم سويتهم بقى في حله. وبعد ما استووا في حله حطيتهم في الفرن اتحمروا. ولعت حته من الفحم. واول ما خلصت، اول ما اشتعلت، جبت معلقه صغيره كده من السمنه. واول بقى ما النار تطلع هقوم اغطيها بقى على طول. مش هطلعها غير لما الضيوف ييجوا. وكده خلاص، دي تاني صنف خلص معانا. بجد جربوا الفراخ دي هتعجبكم جدا جدا جدا. ندخل بقى على تالت صنف، وده صنف بصوا بتاع اهالينا بتوع زمان، بس بعمله بتريكات خطيرة. بيطلع بقى التركة دي بتطلعه مظبوط جدا. دي فراخنا بتاعت اللي هي الفراخ التقليدية بتاعت زمان، بس طعمها بجد بيروح في حتة تانية. اول حاجة جبت فرخة وقسمتها 4 ارباع. ونشيل بقى الزوايد بقى زي ما احنا متفقين ونقطعها كويس، اللي هو 4 ارباع. انت حابة تعمليها الصدر ده تقسميه على نصين عادي، والورك برضو على نصين، بس انا بحب ان انا اسيبها على بعضها. بس في ناس بتفضل ان هي تقسمها وكده. لا بس انا بحب اسيبها كده، بشيل الزوايد وبسيبها بس على كده. هاخدها بقى واغسلها ونجهز بقى مع بعض التتبيله. جبت بصلايه
وابشرها. لو وصلت لحد هنا متنسوش تصلي على النبي في الكومنتات وتكتبوا له رايكم، واكون وصلت لحد هنا ما عملتش لايك وشير و... وبس. بعد كده جبت خضره وتوم وروزماري وتوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وسبع بهارات، ونفضل بقى نفرك فيهم كويس، ونجيب الفراخ. لا لسه عصير ليمون. وجبت عصير ليمونه كبيره. وخلاص هنفضل بقى ايه نتبل في الفراخ، نسيبها كده متتبله. بصي بقى حاولي انت تدخلي بقى بين الفصوص وبين الجلد وكل حاجه، عشان ايه اللحم يبقى متشرب كل التتبيله برضو زي ما اتفقنا. بعد كده بقى احنا هنعملها اللي هي صينيه الفراخ بالبطاطس اللي هي العاديه دي. بعد كده بقى بعد ما خلاص خلصتها هنا بصوا عايزاها نلاقي التتبيله تدخل كل اللحم، عايزاها كلها يبقى فيها تتبيله. بعد كده بقى هجيب بصل واقطعه جوليان. هجيب بصلتين لان كل ما تكتري بصل كل ما بيبقى طعمها فظيع، بيعطيها تسكيره كده وطعم خطير. وننزل بقى في الصينيه اللي احنا هنجهز فيها. وبعد كده هنجيب فلفل اخضر برضو ونقطعه وننزل عليها. بعد كده هنجيب طماطم وننزل عليها، ونجيب بطاطس ونقطعها كروهات اللي هي مربعات مش مربعات، اللي هو الشكل ده كده. بعد ما نزلت بقى بالخضره هنجيب حوالي 5 6 فصوص كده من الثوم، ممكن تنزلي بهم زي ما هما كده، بس انا بقطعهم شرايح إيه عشان ايه يبقى طعمهم ظاهر شويه. بصي بتنقلها برضو في حته تانية. ده على فكره طريقه الفراخ بتاعت امهاتنا بتاعت زمان، بس هي بتركات مختلفه بتخليها مميزه، وطعمها بيجيب اخر الشارع، لا مش طعمها، ريحتها بيجيب اخر الشارع. وبصوا بهارات الكبسه ده السر بتاعها، بينقلها في حته تانية خالص، لازم تجربوها ببهارات الكبسه. وبعد كده خلاص سويتها بقى في الصينيه، وبنزل ببقيه التتبيله، وبحط عليها من فوق شويه من الزيت، وبغطيها وبدخلها في الاول على اعلى درجه حراره. وبعد كده بهدي عليها النار، وقبل ما تستوي بحوالي 10 دقايق بقوم بقى شايله الغطا ومولعه الشوايه، بتطلع باللون القمر ده، لونها خطير. وانا كمان بعمل فيها تركايه، مش بسيبها بقى كده، بقوم رشه عليها شويه من الشبت، وبقوم مغطياها. بصوا بينقلها في حته تانية، بيعطيها ريحه معرفش بتيجي منين، والطعم ده بجد بيخلي طعمها وريحتها خطيره. عملت بقى معاها شويه رز ابيض وخلاص، وكده كان الغدا خلصان معايا، غدا سهل وسريع، وكمان غدا يعني مش اي غدا، ده غدا خطير. بصوا غدا ما اخدش معانا ربع ساعه، تحفه جدا. شايفين؟ على فكره ينفع لو عندك عزومه، او عندك عندك ايه تاني، انتوا عدد كبير او كده ومش حابين ان انتوا مثلا تشغلوا وقتكم بالاكل وكده، فده هيبقى سهل وسريع معاكم. وشايفين الفصوص بقى متبله وطعمها خطير. بصوا بقى ندخل بقى على احلى واخر وصفه، دي اخر وصفه معانا واسهل واحلى واحده فيهم، سهله جدا برضو، بتاخد بقى منك وقت وكلام من ده، في ثواني برضو بتلاقيكي مخلصاها. انا مش بقطعها، انا بقوم جايه واقوم فاتحاها من عند سلسله الظهر، وشايله منها اي زوايا، وبفضل بقى افتح فيها قدها واغز فيها كده، بحيث ان لما اعمل لها التتبيله تتشربها بسرعه. افضلي اعملي فتحات كده فيها في السكينه، وقلبيها بقى وافضلي نغزي فيها عشان ايه تتشرب كل التتبيله. التتبيله بتاعتنا سهله وسريعه وبسيطه. هنجيب بصلايه وكام فص من الثوم وقرن اخضر وقرن فلفل اخضر وطماطم، وبننزل عليهم بقى في الخلاط مع ربع كوبايه من الزيت ومعلقتين كده كبار من الخل وعصره ليمونه، بس تقريبا هنعصر الليمونه. والبهارات بقى البهارات بتاعتنا اللي هي بهارات الفراخ وسبع بهارات والثوم باودر وبصل باودر وفلفل اسود، ومعلقه من الملح، كل فرخه بتاخد معلقه من الملح. وجبت بقى ليمونه وعصرتها ونزلت بنص واحده فيها زي ما هي صحيحه كده، ما تقلقوش منها، بتديها طعم حلو قوي. نفضل بقى نخليها بقى ندخل بقى التتبيله بين كل اللحم، على قد ما تقدري خلي التتبيله تتوغل بين الفراخ، وخلي التتبيله تتوغل في الفراخ بحيث ان طعمها يبقى متبل. نحط بقى رشه من الزيت وندخلها الفرن. وهنا بقى كده خلاص وصفاتنا خلصت، اتمنى تكون عجبتكم، اشوفكم في وصفه جديده. لو عجبتكم الوصفات دي اكتبولي وانا اعمل لكم سلسله من الوصفات